بسم الله الرحمن الرحيم. آخر المستجدات في محافظة درعا وريفها. بداية من درعا البلد، تستمر الاشتباكات بين مقاتلي الجيش الحر وقوات النظام واقترابهم لحاجز الفندق بدرعا البلد، واشتباكات على حاجز فندق الحدود بمعركة الرماح العوالي، وقصف عنيف على أحياء درعا البلد المحررة من أطراف حي المنشية بالقرب من حاجز فندق الحدود. وأما في ريف درعا، إطلاق نار من كافة الحواجز المحتلة لمدينة الشيخ مسكين، واستنفار في اللواء 82، وبدء القصف المدفعي على المدينة من المدفعية الثقيلة المتواجدة في اللواء 112 في منطقة حرفوش. وفي اليادودة، استهداف مدارس البلدة بقذائف المدفعية. وأما في إنخل، استشهاد البطل محمد أحمد الصلخدي من أبطال الجيش الحر، استشهد بالأردن متأثرا بجراحته التي أصيب بها بالاشتباكات. وفي مدينة جاسم، شهيد مجهول الهوية استشهد تحت التعذيب، وتعرض لعدة رصاصات أحصيت ب8 رصاصات، وعثر على جثمانه بتاريخ 12/7/2013 مكبل الأيدي في السهول الجنوبية من مدينة جاسم. هذه آخر المستجدات في محافظة درعا. السبت 13/7/2013. أبو أحمد الحوراني، شبكة أخبار درعا الجريحة، قناة دير الزور الفضائية.